رحيل الرجل العظيم الحاج فكري الجزار، أحد أشهر وأنبل وأقيم أعضاء مجلس الشعب في تاريخ مصر الحديث والمعاصر. يمكن الأجيال الجديدة ما تعرفش مين فكري الجزار، لكن فكري الجزار الذين لا يعرفون هو فلاح مصري بسيط عظيم من مواليد قرية ضماط مركز قطور محافظة الغربية. الرئيس جمال عبد الناصر أطلق عليه لقب الفلاح الفصيح، لأن الحاج فكري الجزار رحمه الله كان فيه بلاغة مذهلة، فتلاقيه لابس الجلابية ولابس البلغة المعتادة في الريف المصري وماشي بالعصاية العوجاية، ومع ذلك بتجد لغة رفيعة وبيان لا مثيل له، كأنك مع واحد عميد كلية الآداب أو أحد كبار أدباء اللغة العربية. عشان كده سمي الفلاح الفصيح. أيضا سمي جيفارا الفلاحين. جيفارا هو الثائر العالمي الشهير تشي جيفارا، وكان مرة جيفارا هنا والرئيس عبد الناصر في أحد الاستعراضات الرسمية وقف جنبه جيفارا وبيسلموا أعضاء مجلس الأمة، فمن بينهم الحاج فكري الجزار. وفوجئ الرئيس عبد الناصر بجيفارا بينادي للحاج فكري الجزار وبيقول له يا فكري، فاستغربوا هم عارفين بعض منين. طلع ان فكري الجزار كان راح كوبا قبل كده في اطار وفد الفلاحين المصريين، وبقى هو وجيفارا اصدقاء، وعلم في ذهن جيفارا الى الحد اللي اول ما لقاه من بين الصفوف نده عليه وقال له يا فكري. ايضا فكري الجزار في عهد الرئيس السابق حسني مبارك هو أحد أعظم أعضاء مجلس الشعب، ولقب بشيخ المستقلين، وده كان لقب أطلقوا عليه الصحفي الأستاذ محمود معوض في صحيفة الأهرام في الصفحة الشهيرة أحزاب ونواب. فكري الجزار في مجلس الشعب أثناء مناقشة تفويض رئيس الجمهورية بإبرام صفقات السلاح اعترض، ووقف في مجلس الشعب وقال أنا أرفض أن أوافق على تفويض رئيس الجمهورية بعقد صفقات السلاح، ولو إحنا وافقنا كده بنخلي رئيس الجمهورية أكبر تاجر سلاح في مصر. وكانت النتيجة إن فكري الجزار ما شافش مجلس الشعب من بعد هذه الجلسة حتى وفاته قبل أيام. برنامج الطبعة الأولى قناة دريم تنعي الفقيد العظيم شيخ المستقلين الفلاح الفصيح جيفارا الريف المصري الحاج فكري الجزار. ننعي عائلة الجزار وننعي أسرته ومحبيه ودائرته في ضماط مركز قطور محافظة الغربية.